يا وكل يا بتاع الخروفات، انت بتوكلهم يلوي، انت بتوكلهم زبالات يا جلال. يا مساء الفل، ازيك يا جلال؟ عامل ايه؟ طمني عليك. طبعا احنا المره اللي فاتت انا قابلتك وحكيت لي ان انت طورت من نفسك، والمره دي كمان طورنا. لا ده انت تعالى بقى، تعال. ايه الاخبار؟ انت المره اللي فاتت ابهرتني بصراحه باللي انت عملته. زي ما قلت لحضرتك دي امانه، لازم ان انا انت حضرتك مديني امانه ان انا اطور بيها حاجه زي كده. طبعا. وانت يا جلال ما شاء الله عليك قد الامانه، وانا ثقتي فيك كبيره. النهارده انا كلمتك علشان نتقابل، علشان تحكي لي بقى على التطورات اللي حصلت. في تطورات كتير حصلت معايا بجد؟ والله في تطورات كتير جدا يعني، وكمان الناس يعني من كتر الفيديو اللي نزل واتشهر هنا بقى بيدعموني اكتر. معقوله؟ هنا والله انت اللي اتصورت مع كده تعالى اشتري منك. بجد والله؟ اقسم بالله. لا اله الا الله. سبحان الله. بص لا سبحان الله. بص يا جلال، هي بتاعت ربنا والله. الواحد لما بيعمل حاجه من القلب وبتكون صادقه خلاص ربنا بيوفقه. صح. فهمتني؟ يا بابا باشا عايز اسلم عليك. اسلام فوزي بنفسه. يلوي اسلام فوزي مين يا عمو؟ يا مساء الفل. مساء الفل يا استاذ شريف. الحمد لله. ازاي حضرتك؟ يا استاذ اسلام. يا حبيبي. اسلام مين؟ صوتك يا باشا اهو كده التليفون. يا حبيبي. والله انت منور كله. ده حضرتك اللي منور والله. تسلم لي. ربنا يخليك. انت ربنا يبارك لك في ابنك. ربنا يخليك. والله العظيم انت عندك ابن ما شاء الله، نعمة من عند ربنا. ربنا يخليك يا والله ربنا يبارك لك فيه يا رب، وتشوفه احسن واحد في الدنيا ان شاء الله. قول امين. امين يا رب. يا حبيبي. امين، ونشوفك يا رب كده واخد حاجه كبيره قوي. اتشرفت بيك يا استاذ شريف. بيك يا استاذ اسلام. شكرا ليك استاذ اسلام. ليك حبيبي يا جلال، انا مبسوط بيك جدا. والله وانا مبسوط والله انه انت يعني بني ادم شاطر، وعرفت تستغل فرصة انه انت لقيت حد مثلا يوجهك او يقول لك، فانت ما شاء الله مستغل الموضوع صح يعني. اكيد يعني فرقت معايا كتير في باب رزق كبير. الحمد لله. الحمد لله. والله انا سعيد ومبسوط، وانا دايما توقعي فيك جميل، انه انت ما شاء الله عليك شخص ناجح وشاطر، وانت هتبقى رجل اعمال قد الدنيا يا جلال. هتبقى جامد قوي. احنا ربنا دايما بيجعلنا اسباب لبعض. الرزق دايما بيجي على هيئة حاجات مختلفة. ممكن يجي في شخص، ممكن يجي في مال، ممكن يجي في ستر، ممكن يجي في حاجة انت مش متخيلها انها كانت تحصل لك. فربنا رزقه واسع. وطبعا انا بشكر والدك ووالدتك ان هم قدروا يطلعوا شخص جميل زيك، مجتهد وشخص واثق في نفسه، وشخص بصراحة أنا عن نفسي أنا بثق فيك جدا. ربنا يخليك يا باشا. والله إنه أنت لدرجة إنه أنت توريني كل حاجة، إنه أنت عملت سويت وجاي وفرحان وبتوريني الفلوس، واللي هو أنت لدرجة جايب الفلوس معاك يعني. لازم أفرحك. فحاجة والله تفرحني يعني. عايز اوصل ان هي كمان دي حضرتك انك بتديني امانه. طبعا لازم احافظ عليها. طبعا. لما اديتني الثقه دي انا طبعا وجبت شغل، وبدل الشغل بقوا 2 وبدل يعني انت حاسس بفرق في الطاقه عندك؟ كتير حسيت بطاقه، حسيت اني لسه يعني انا لو اشتغلت في ناس بتدعم. وفي روح للشغل انا الاول. يعني كمان كل ما حد ما يشوفني بقى صوره ويشتروا. بص يعني في الاول كنت بروح متاخر. دلوقتي مفيش، كلها على طول. انت حسيت بفرق دعم من الناس؟ فرق شاسع. فرق شاسع من ناحيه الطاقه يا جلال؟ من ناحيه الطاقه، ومن ناحيه الرزق، ومن ناحيه حاجات كتير جدا. ما شاء الله. يعني انت بشكل عام حاسس انك اتطورت في شغلك؟ اكيد بمراحل. يا الله. والله يا جلال انا مبسوط قوي، وانا طبعا زي ما وعدتك انا من البدايه جنبك، وان شاء الله هنطور اكتر لسه. هنوصل يعني هنفضل نطور لحد ما هنوصل لايه، لان انت ان شاء الله تبقى رجل اعمال قد الدنيا ان شاء الله. قد وعدك، قلت لي اسبوع ولا طبعا انا ما اقدرش اتاخر على حبايبي طبعا. ربنا يخليك يا باشا. حبيبي انا بعتبر انه انت يا جلال ما شاء الله عليك مش مجرد حد انا بتكلم معاك، انت رساله جميله. الناس اللي باخد منها الشغل اللي هو الشغل اللي انا بشتغل اللي بتجيب منهم الحاجات الجمله. اللي هو لما شافوا الفيديوهات بقى بينزلوا له خصومات عليه. يا خبر ابيض. يعني بقى يدوك باسعار حلوه كمان. اسعار اقل من اللي هو كمان بيبيع. يا سلام. طب دي حاجه جميله قوي. ده هو
بكل اقسم بالله، اول ما شافوا الفيديوهات بقى بينزلوا لي في خصومات. الله، والله انا بتمنى الناس كلها تعمل كده والناس كلها تدعم بعض. والله انت يا جلال جميل، وانت على فكره انت قاعد توصل رساله حلوه من غير ما تكون واخد بالك. والله يعني انت باللي انت بتحكيه لي ده يعني ناس كتير هتشوف الكلام دوت، وبرده الناس جميله ورحيمه ما شاء الله. بص هو ربنا لما بيرزق انسان خلاص، لما ربنا بيقول للشخص خلاص انا هرزقك خلاص يعني بابتسامه خد الهوب. طبعا طبعا ربنا كبير وفضله كبير علينا. والله يا جلال الناس كلها فيها خير والناس طيبه. قول لي على حاجه يعني لو تسمح لي ان انت تبقى صديقي يعني. يا خبر ابيض، ده انا اتشرف والله. ده انا اتشرف، ده احنا اصدقاء اهو ماشيين في الزمالك وجنب النادي الاهلي. ازاي النادي الاهلي في الزمالك يا جلال؟ يعني ازاي مش اصدقاء بقى؟ ماشيين في الزمالك مع بعض اهوت وقاعدين نتكلم ونتمشى والجو هادي خالص والدنيا هس هس. ايه ده يا جلال؟ بص حسنات، هاي حسنات، انت بتاكل؟ يلوي I'm sorry. بشتغل على نفسي كمان عشان يعني بساعد مع في البيت وكده، عشان احنا هنجيب حاجه، هنجيب عربيه يعني كده. هتجيب عربيه ايه؟ هجيب سوزوكي. عربيه سوزوكي اللي هي لشغل وكده ونقل بضاعه ونقل حاجات. دي يعني مين بيجيبها؟ انت اللي بتجيبها ولا بابا ولا مين؟ بابايا. يعني دي الخطوه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انتوا جمعتوا منها حاجه؟ ناقص مثلا 9:30 واشتغل على نفسي باذن الله الفتره الجايه دي يعني انت عايز تشتغل على نفسك علشان تقدر تكمل ثمن العربيه. اكيد ده هو غير بابايا وغير انا وغير شغلي وغير شغله يعني موضوع العربيه ده واقف على واقف على المبلغ ده بالظبط، والدنيا هتظبط معايا ان شاء الله. يعني انت العربيه اللي انتوا عاوزين تجيبوها واقفه على هم المبلغ ده بالظبط، بالفلوس اللي معاك، بالفلوس اللي مع بابا كله يعني. طيب. هو ان شاء الله خير. يعني انت لو المبلغ كامل النهارده هتروحوا تجيبوا العربيه؟ اكيد يعني، لسه نشوف المبلغ لسه قبل ما اجمعه. طيب خلاص، انا عايز اقول لك على حاجه. انت بصراحه تستاهل كل خير، فاعتبر المبلغ كمل. لا يا باشا ازاي؟ لا والله اعتبر المبلغ كمل، وان شاء الله النهارده تجيبوا العربيه. ده بجد؟ بجد حبيبي يا باشا مصر، تسلم. حبيبي. اقول لك دي هتفرق معانا قد ايه، واول ما اجيبها ان شاء الله. لا بالعكس، انتوا تستاهلوا كل خير. وبعدين انت باباك الجميل اكيد يستاهل يتكرم برضو، ودي حاجه من عند ربنا والله. يعني انا مجرد سبب فيها، لكن انا ولا حاجه والله. وان شاء الله اول ما اجيبها لك اول واحد اكون راكبها. الله طبعا اتشرف. اكيد هنجيب نفسنا واعرفك على بابايا. يا حبيبي ده انا اتشرف والله، اتشرف جدا حبيبي. والله يا جلال انا يعني لا يا حبيبي، انت تستاهل كل خير. انت تستاهل كل خير عشان انت مجتهد، ولكل مجتهد ايه؟ نصيب صح. لكل مجتهد نصيب. انا اي حاجه اقدر اعملها لك صدقني عمري ما هتاخر يا حبيبي. انت اسال سؤال؟ اتفضل طبعا. ايه ده تمثالات، وفي اسدات هنا برضو، اسدات قصر النيل، وفي حاجات حلوه. احنا هنا في حته اسمها داون تاون اللي هي وسط البلد. دي وسط البلد. وهنا كده مدخل الزمالك. ايوه. مش عارف اشكر حضرتك ازاي، اقسم بالله. على ايه بس؟ على ايه؟ لا والله لا يا حبيبي ما تشكرنيش. بص انا هقول لك على حاجه، انت ما تشكرنيش، اشكر ربنا. الحمد لله. والله يعني ربنا جعلك سبب ليا اللي احنا نخلص النهارده ثمنها وهي تيجي يعني. لا يا حبيبي والله انت تستاهل كل خير، وبابا الجميل اللي ربى يستاهل كل خير طبعا برضو يعني. انت حضرتك بسطتني وانا لا يا حبيبي اقسم بالله مش عارف اقول لحضرتك ايه. كمان لما بابايا يعرف حاجه زي كده انا مش عايز اقول لك هيتبسط قوي. ربنا يحفظه لك. وانا عن نفسي انا يعني انا لما ببقى فرحان جدا لما بحس ان ابويا يعني فخور وفي نفس الوقت فرحان جدا بيا. طبعا يعني دي حاجه في الدنيا كلها. طبعا انت الدنيا كلها تفتخر بيك يا جلال، لان انت شخص جميل ومجتهد والله وشاطر. وبعدين بكره تبقى رجل اعمال بقى قد الدنيا، هتبقى تسال عليا ولا لا؟ اكيد. ده انا هعمل لك مفاجاه كبيره. يا خبر ابيض والله. انت المفاجاه الكبيره والله يا جلال. ايه ده يا جلال؟ بص في خروفات هنا. يا خروفات يا انكل يا بتاع الخروفات، انت بتوكلهم يلوي ده بيوكلهم زبالات يا جلال، ما توكلهمش زبالات هنا. ده هنا احنا كده في حلوان بس كده يا باشا. حبيبي يا جلال، طبعا انا مبسوط والله اني شفتك تاني. حبايبنا اللي في حلوان عاملين ايه؟ ازيكم؟ حبيبي يا جلال. طبعا كتير عليا اقسم بالله. لا والله ولا كتير ولا حاجه. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟
على طول اروح حبيبي اروح دلوقتي طياري على البيت. حبيبي ربنا يرزقك ويكرمك كل الخير، وانت ان شاء الله جلال بيه القادم. جلال بيه طبعا زي جابر بيه كده. ايوه لا بس بقول لك ايه، جابر بيه الاصلي اكيد. جابر بيه انت نص نص. اكيد. انا مبسوط اني شفتك تاني، وانا عايزك تقول لي ايه التطورات بقى اللي جايه ان شاء الله. التطورات الجايه باذن الله. لا استنى انا هقول لك على حاجه بقى. انا تيجي نخليها لهم مفاجاه. ماشي. انا متاكد انه ان شاء الله المره الجايه لما اقابلك هيبقى في تطورات حلوه جدا وهنفاجئهم بيها بقى. اكيد. تمام حبيبي يا جلال، مع السلامه، اشوفك على خير حبيبي.